الاير فراير ملهاش اي لازمه، اوعي تغلطي غلطتي وتشتريها. الكلام ده سمعته كتير جدا من الناس، وخصوصا اللي مقبلين على الزواج. يعني لو عروسه بتجهز ومحتاره تجيب الاير فراير ولا لا، تعالي هنعرف النهارده تجيبيها ولا لا. من وجهه نظري انا وعن تجربتي الشخصيه، الاير فراير ايدك ورجلك في مطبخك. الاير فراير 6 اجهزه في الجهاز واحد. الاير فراير بجد ما تقدريش تستغني عنها، بكل سهولة هتستخدميها، سهلة وبسيطة، وهتوفر لك وقتك ومجهود. يلا نشوف الاير فراير ونشوف مميزاتها وعيوبها. قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه اول مرة تشوفيني يا ريت ما تبخليش علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك من كل فيديوهاتنا بإذن الله. ولو طبعا من متابعين الغاليين على قلبي، يا ريت ما تبخلش علينا باللايك وتعليق حلو منك. ويلا بينا نبتدي الفيديو. تصبحوا متابعين، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ريفيو عن الاير فراير اللي هي سوكاني 8.5 رتل. اسفه جدا ان اتاخرت على الفيديو، في ناس كتير طلبتها مني بس معلش بعتذر كتير. ان شاء الله النهارده هنعمله ونقول على كل تفاصيلها، هنقول مميزاتها وعيوبها، ونشوف مين اللي بيقول ان الاير فراير ملهاش لازمه ونرد عليه. هي فعلا ملهاش لازمه؟ لا طبعا. الاير فراير بتعتبر زي الفرن التاني، بس حاجه كده صغيره بتسهل عليكي وقتك، وبدل ما بتفتحها وتشتغلي وتستخدمي بقى حاجات كتير، لا حله لا طاسه لا قلايه لا صينيه لا، الحاجات دي كلها هي كلها منها فيها. هنشوف بقى كل الحاجات بتاعتنا، وهنشوف الاير فراير بتاعتنا النهارده ومميزاتها وعيوبها وازاي نشغلها، وهنعمل فيها حاجات وتقولوا لي ايه رايكم. نبتدي بسم الله كده. انا شغلتها علشان تنور معايا زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه هي حجمها ما شاء الله كبير، وطبعا كان قدامي حاجات كتير بس انا حبيتها. الشكل بتاعها كانت لسه نازله جديده، جايباها بقالي حوالي سنه. وطبعا قبل ما بجرب اي حاجه، زي ما بقولنا انا مش بعمل اعلان ولا اي حاجه، قبل ما بجرب اي حاجه لازم اجربها في كل حاجه واقول لكم المميزات والعيوب بتاعتها زي ما احنا متعودين بكل صراحه. تمام. فانا جربتها كده. اول حاجه درجه حرارتها عاليه 200، اعلى حاجه 200. بتعمل لك بقى كل حاجه عندك، اللحمه، فراخ، كل الحاجات، جمبري، كل الحاجات، سمك يعني، بيتزا، كل اللي انت عايزاه. وكمان كيك، وكمان بطاطس وبتنجان، اي حاجه بتستخدميها فيها. هي زي الفرن كده بس على صغير. من اهم مميزات الاير فراير بتاعتنا النهارده ان الحله بتاعتها كبيره ما شاء الله، وتاخد فرختين متوسطين للشويه في منتهى السهوله. وكمان من اهم المميزات ان انت نفسك تاكلي الاكل اللي بتحبيه بيكون من غير ولا نقطه زيت، بيبقى طلع زي الفل، مقرمش من بره وطري من جوه. نيجي بقى لطريقة التشغيل بتاعتها. هقول لكم طريقة التشغيل. بتفتحي كده زي ما احنا شايفين، بتحطي الحاجة جواها، بعد كده بتقفلي، بتختاري البرنامج من هنا. تمام. تفتحي الاول، بعدين تختاري البرنامج 1 أو 2 زي ما انت عايزة، وبتشغلي بعد كده من هنا. طب انا حابة اوطي التايمر بتاعها، اعليه او اوطيه. بنعلي التايمر من هنا، او تعلي او توطي هنا. بالنسبة لدرجة الحرارة تعليها او توطيها نفس الوضع. تمام. وقلنا درجة حرارتها 200. مميزاتها بقى ايه؟ الفرن الازاز بتاعها ده، الحلة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، ليها فرن، لها هنا بسم الله كده لو انتم شايفين. لاحظتها عشان تنور بس اهو. هنا الباب بتاعها ازاز، فبشوف الحاجة من جوه، فمش محتاجة ان انا كل شوية افتح واقفل. كمان حجمها كبير، بتاخد ما شاء الله فرختين لو هم حجم متوسط كده للشوية. بتشوي الفراخ بطريقه ما شاء الله جميله جدا جدا، احسن من الفرن وزي المطاعم بالظبط زي ما قلت لكم. تختاري بقى البرنامج تعلق او توطي، بس مش محتاجه اكتر من كده، وبتسيبيها. هي بتشتغل شويه وتفصل 5 دقايق، الاضاءه بس اللي بتختفي، لكن هي مش بتفصل. ما شاء الله بتنجز معايا. حلوه جدا في التسخين كمان، لو انت بتسخني اكل حلوه جدا جدا في التسخين، الاكل ما بينشفش وبيبقى زي الفل بصراحه، اللهم بارك. فكده قلنا طريقه الشغل بتاعها. افصلها بس ونكمل بعد كده مع بعض. الحله بتاعتها ما شاء الله، عشان تحافظي عليها بقى اهم حاجه ان انت لو اتوسخت وانت بتغسليها ما تغسليهاش وهي سخنه، تستنى لما تبرد تماما، وبعد كده تمسحي هنا وجوه وبره. يعني انا كنت محتاره بصراحه في ان انا اشتري اي نوع من الانواع، وكنت خايفه ان انا اشتري سكاني زي ما بيسمع ان هي مش كويسه ولا حاجه، بس انا ما شاء الله جربت الهاند بلندر وما شاء الله
جميله جدا معايا وما شاء الله بقالها مده طويله يعني، ونزلت لكم ريفيو عنها وناس كتير سالتني عنها وما شاء الله جميله. تمام. هنا بقى هي هنا ما بتصديش لان ده ماهيش مش بتصدي يعني، الحته دي مش بتصدي. تمسحيها عادي مفيش اي مشكله، تمسحي السخان وتنضفيها. تقدري تمسحيها ده، تنضفيها باللي هو المنظف ده اللي هو الفوم، وتقدري كمان بالمناديل اللي هي بتاع التنظيف. تمام زي كده. وبتقدري تمسحيها عادي، بتغسليها تحت الميه بالميه والصابون عادي، بس اهم حاجه تكون سبونش ناعمه ما تكونش خشن عشان ما تجرحلكيش الحل زي ما احنا شايفين كده. طبعا سخنه جدا. كده قلنا على كل حاجه مميزاتها انها جميله جدا زي ما قلت لكم. انا شايفه ان مفيش فيها عيب واحد بس، والعيب ده يعني مش عيب قوي يعني، بس انا هقولك عليه. لو انت ملاحظه معايا هنا كده جوه هنا، مش عارفه بقى هي ظاهره ولا لا، هتلاقي كده الباب الازاز ده من جوه بيجي فيه بواقي هنا الحته دي كده، مش عارفه الحته دي كده ماشي اهي اهو. بصوا يعني الباب الازاز هنا مثلا اما بنيجي ننضفه مثلا بيجي مثلا بتكوني عامله اي حاجه هنا مسخناها او كده، فهو طبعا فيها مروحه، فالمروحه دي بتعمل هواء فبتطير الحاجه جوه هنا، فبتيجي هنا كده. بعد كده ما بتشطفيها وبتغسليها عادي مفيش اي مشكله، بس بيكون فيها في الزوايا كده، هي مش ظاهره صراحه الحته دي كده بواقي كده من الاكل او الحاجه. انا بعملها بالفرشه عادي، فممكن كل مره كل فتره يعني لو مشكله يعني او عامله مشكله فمش عادي يعني. بس هو ده كان كده معانا الفيديو بتاعنا النهارده. يلا بقى نشوف نعرض هنعمل ايه مع بعض. الفراخ فيها ونعمل فيه كل الحاجات اللي انا عملتها واوريكم بكل صراحه، وتشوفوا شكلها وتقولوا لي بقى رايكم في التعليقات، وتقولوا لي حلوه ولا لا، وايه اللي انتوا عايزينه تاني. ده كان بيكون شكلها من ورا كمان اهوت، عشان يبقى احنا جبنا كل حاجه هنا كده، الفتحات بتاعتها تهويه. دي شكلها اهو، ده شكلها ده من فوق كده، ده من جوه. وده شكل الفرخه بتاعتنا ده. تبلتها بتتبليها التتبيله اللي تعجبك تماما مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده بتحطيها وبتختاري برنامج الفراخ زي ما قلت لكم. الفرخه بتاخد حوالي من ساعه او ساعه وربع على حسب حجم الفرخه بتاعتك. تمام. كمان انا في الاول كده بتعلي وبعد كده بتوطي درجة الحرارة شوية علشان الفرخة تستوي من بره ومن جوه في منتهى الجمال. وبصراحة الفرخة كانت طالعة ما شاء الله ما شاء الله على الطعم بتاعها والجمال بتاعها، وهوريكم شكلها برضو بعد ما تطلع. وبعد كده ان شاء الله لو حابين الحاجه بالتفصيل، الشرح بالتفصيل ازاي تطبخي الحاجه فيها تمام مفيش اي مشكله، اكتبي لي في التعليقات وان شاء الله اعمل لك فيديو بالتفصيل. ده كان شكل الفراخ ما شاء الله يعني، وشرح وشرح افضل طعم وحلاوه مفيش بعد كده من تمام بره معاكم مفيش وطريه اي وزي مشكله الفل. خالص. معايا هنا تمام. طبعا بعد كده بجفف معايا الخضره الخضره زي ما المجففه احنا ان احنا شايفين كده بنجففها بتحطيها، بس عادي. في تمام. حاجه انا فبنحب عملتها نجفف غلط. الخضره بتاعتك هنا في الاير فراير بتطير، لان لان في في بكل مروحه سهوله زي ما طبعا احنا بتوزع شايفين. درجه الحراره، بس ودي كمان فيها غلطه انا من عملتها ان فيها مميزات مروحه، الاير وده طبعا فراير من ان هي بتوزع مميزات درجه الاير فراير ان الحراره، المروحه بتوزع فبتكون درجه طالعه الحراره فبتسوي لك الحاجه الاكل مستويه من كل كله زي اتجاه الفل. ومش محتاجه لازم انت تحطي تقلبي فيها الشبكه كتير. بتاعتي ده او اي حاجه عندك تحطيها عليه كده، علشان خاطر لو انت بتاعتك مفيش فيها شبكه يبقى لازم تحطي حاجه كده عليها علشان بتطير وبتوزع كلها وبتطلع فوق في المروحه. وبرضو عملنا الكيك بالشكل ده وبالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وعملنا برضو البسارية زي ما احنا شايفين معانا في منتهى الجمال، بس طبعا بترش لها رشة زيت، نسيت اقول لكم على في بخاخة، او تدهني بالفرشة كده رشة عليها كده رشة خفيفة خالص. ولو انت حباها من غير زيت مفيش اي مشكلة، بس لما بتديها رشة الزيت بتطلع لك بالظبط زي اللي انت بتقليها في الزيت، وبتبقى جميلة جدا كريسبي من بره ومقرمشة وطرية من جوه.
زي ما احنا شايفين كده الجمال بتاعها. انا جربت لكم الاتنين اللي هما في النص دولت من غير زيت، فبتطلع بالشكل ده كده، بتطلع ايه لونها ابيض شويه، مش واخده اللون الذهبي زي العاديه، لكن اللي احنا بنرشها رشه زيت كده بتطلع ذهبي في منتهى الجمال. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو وصلت معايا لحد هنا متبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناه لاول مره تشوفها. ويلا بينا نشوف اللي بعد كده. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وهيعجبكم ان شاء الله، وجربوا الاير فراير بجد حلوه جدا، وتنظيفها ما بياخدش اي وقت. طبعا مش كل المنظفات، في منظفات تنفع لها ومنظفات لا. تقدري تشطفيها بكل سهوله جدا تحت الحنفيه بميه وصابون، بس اهم حاجه بسبونشه ناعمه زي ما قلت لك. اهم حاجه تسيبها لما تبرد. وعايزه اقول لك حاجه، ان انت المحافظه على الاجهزه بتاعتك بتفرق كتير في استخدامك. يعني كل ما تنظفيها اول باول ما بتستهلكش معاكي وبتحافظي عليها. ومش شرط ان يكون الجهاز غالي او رخيص علشان تشتريه. اجمل حاجه في سوكاني ان اسعارها رخيصه وعلى قد الايد مناسبه للجميع. ويا ريت تكتب لنا رايك في التعليقات وتقول لي ايه رايك في شركه سوكاني، واستخدمت منها اجهزه ايه وانواع ايه. وزي ما قلت لكم ده والله ما هو اعلان، ده للتجربه الشخصيه. دايما بحب افيد غيري، ولو جربت حاجه بقول لكم عليها. ناس كتير طلبت مني الريفيو ده عن شركه عن الاير فراي بتاعتي، وده بناء على طلبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.